هل يجوز إعطاء الكفارة للسيد من غير السيد، يعني للهاشمي من غير الهاشمي؟ ليش نقول من غير الهاشمي؟ لأنه من الهاشمي أكيد يجوز سيد يعطي حق شرعي فطرة، ولو فطرة اللي هي أشكل شيء، فضلا عن الكفارات وغيرها. يجوز زكاة السيد للسيد، الكفارة غيرها أكيد يجوز. الكلام شخص مو هاشمي، مو من بني هاشم، يريد أن يعطي كفارته لشخص هاشمي، يجوز. كثير من العلماء ولعل الأكثرين قائلين نعم يجوز. فقط اللي ما يجوز الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرة. غير الهاشمي لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله الواجبة للهاشمي. أما بقية الأمور ولو الكفارات الواجبة، فضلا عن الصدقات المستحبة، هذه كلها يجوز إعطاؤها. وإن كان الاحتياط حسنا، الاحتياط الاستحبابي مو الوجوبي، أن الإنسان غير الهاشمي لا يعطي صدقة واجبة كالكفارة بل ولا مستحبة للهاشمي، يشوف شخص غير هاشمي يعطيه إياها أحوط. هذه الصدقة المستحبة، أكو الناس يعطون صدقات صدقة مستحبة، هذه الصدقة المستحبة لما نقول يجوز إعطائها للهاشمي للسيد، قايلين هناك استثناء. اللي مجوزين بعض الفقهاء اللي يجوزون قايلين اكو استثناء، وهو ما لو كان في إعطائها إهانة. وفرض نطلع مبلغ يسير، ربع دينار نص دينار، ناوي صدقة دفع بلا عنه عن عياله كذا، فالشغلة اللي بيها إهانة، يجي للسيد يقول له هذه صدقة دفع بلا عني مثلا عن أهلي، مو لطيفة، فيها نوع من المهانة. نعم إذا كانت مثلا مبلغ شوية يسوى أو مو بهالطريقة، صدقة لوجه الله تعالى لأجل الأجر والثواب، يرتفع هذا الإشكال. مو لازم، مو ضروري، هدية ما فيها إشكال. وبالمناسبة يصير واحد يعطي صدقات لأقاربه وأرحامه، هم يسألون أحيانا، نعم يصير، لكن هم مو لطيف، يعني مو مناسب. فرض واحد عنده أخ، ابن أخ، عم، خال، يريد يعطيه، هذا رحم وصلة الرحم مطلوبة ومحبوبة، خلي يكرمه، يعطيه من روحه، يعطيه مبلغ زين، وصلة رحم، والله عز وجل يعوضه أضعافا كثيرة. أما مجمع له شوية خردة وكذا صدقة، والله شنو يريد يعطيها الأخو أو ابن عمه أو ابن خاله، مو لطيفة هذه، يعني فيها قد أحيانا تصير فيها إهانة، هذه هم يكون الإنسان يلتفت لها.